البيتكوين نزل جامد الساعات اللي فاتت، عمل عندي market structure shift واضح على فريم الساعة زي ما أنت شايف، فبالتالي كل الإشارات اللي كنا منتظرينها للدخول ما ظهرتش. يعني لو نزلت على المناطق دي على فريم ال5 دقايق أو الدقيقة حتى مش هتلاقي أي change of character حصل، وده طبعًا أدى لإن السيناريو اللي كنا شغالين عليه اتلغى بالكامل، حتى صفقات الشرا اللي كنا داخلينها من المناطق دي على الفريم اليومي قفلناها تمامًا. في الفيديو ده هافهّمك بالضبط ليه السيناريو اتلغى، وإيه اللي المفروض نستناه من السعر الفترة الجاية، كمان هاورّيك المناطق اللي ممكن تكون مهمة لو السعر قرر يكمّل في الهبوط أو يغيّر الاتجاه، تابع معايا بعد الintro. قبل ما أوضّح لك الموضوع على فريم الساعة، فخلّيني أفكّرك إن دي المناطق اللي إحنا اشترينا منها وتوقّعنا صعود السعر منها عشان يعمل على الأقل يسحب السيولة من المناطق دي أو يعمل break of structure. لو أنت أول مرّة تشوفني ومش فاهم إيه سبب الهبوط اللي حصل ده، ممكن تتابع التحليل اللي نزل امبارح عشان تبقى فاهم معايا التحليل ده أكتر. أنا زي ما قُلت لك عندي على فريم الساعة زي ما هو واضح قدّامك حصل للسعر market structure shift، فبالتالي دي المناطق المهمة اللي ممكن نبيع منها البيتكوين. المنطقة دي breaker block والمنطقة دي order block، فبالتالي أنا منتظر السعر سواء كمّل هبوط أو لأ، بمجرد ما هيرجع للمناطق دي هانزل على الفريمات الصغيّرة، وبمجرد ما ألاحظ أي change of character هابيع مع السعر. أهداف نظرًا لعدم وضوح السعر اللي دلوقتي هتكون قريّبة 4 ل1 مثلًا أو 3 ل1. وقف الخسارة هيكون أعلى القمة اللي هيكوّنها السعر على الفريمات الأقل. هدف أول ممكن آخده عند الrejection block ده، الهدف التاني ممكن يكون الboss. تمام؟ لو السعر ما فعّلش السيناريو ده معايا وراح فعّل الorder block اللي فوق، ده اللي هيبقى عندي بمجرد ما يحصل change of character في منطقة الpoint of interest هافعّل order بيعي، الstop هيكون فوق أعلى قمة كوّنها على الفريم ال5 دقايق. الأهداف أول هدف هيكون الbreak of structure اللي عمله السعر، الهدف التاني هيكون مفتوح للboss. تمام؟ طيب إمتى أقول على البيتكوين إن هو صاعد؟ بُص يا صديقي، خلّينا متفقين إن وارد جدًا يعمل shift للقاع ده، ويبقى ده عندي القاع في حالة إن هو ما فعّلش أي order block من دول والسعر كمّل صعود، فبالتالي هو عمل هنا shifting للقاع، وهنحذف الmarket structure shift. بس لو كسر المنطقة دي هيكون عندي هنا change of character، فبالتالي ممكن ما نشوف السعر صاعد. ده السيناريو مستبعد شوية. السيناريو الأقرب هو على الفريم اليومي، تعالَ نشوفه مع بعض. بُص يا صديقي، عايزك تركّز معايا شوية. لو البيتكوين هنا نزل أخد سيولة القاع ده وما قفلش على الفريم اليومي، ما تجيش على ال4 ساعات وتقول لي لأ قفل بشمال. هتيجي على الفريم اليومي لو السعر أخد سيولة البلوك ده وفعّل الصفقات اللي قُلنا عليها وارتد، أو شُفت هنا أي change of character، فبالتالي ممكن تكون دي بداية صعود للبيتكوين، وهنا عمل shifting للقاع وأخد سيولة. تعالَ بقى نشوف السيناريو اللي أنا لسه شارحه لك على فريم الساعة. إمتى أقول على البيتكوين إن هو صاعد لو ما اخترقش القاع ده؟ تعالَ ننزل على فريم ال4 ساعات، هنشوف آخر قمة حقيقية كوّنها السعر. فتعالَ ننزل على فريم الساعة الدنيا هتبقى أوضح. المنطقة دي كانت inducement أو liquidity، السعر طلع سحبها، فبالتالي دي بقت قمة حقيقية وده قاع حقيقي. تمام؟ مش هنلاقي في المناطق دي أي قمم أو قيعان حقيقية. فبالتالي أنا عشان أتأكد إن البيتكوين خلاص قرر يصعد،
هانتظر إن هو يعمل لي market structure shift في المناطق دي، ودي قيمة حقيقية. هنا هيبقى change of character أكيد. نقعد فين ال4 ساعات، لو السعر أغلق فوق القمم دي على فريم الساعة أو على فريم ال4 ساعات، إغلاق مش sweep، تمام. بالتالي دي هتبقى نقطة تحول للبيتكوين، وهنكمل الاستراكشر الصاعد، وهنقدر نفتح الصفقات اللي كنا فاتحينها على الفريم اليومي، ومجرد ما السعر يرجع الاوردر بلوك او البريكر بلوك كده ويكمل صعود، وممكن نشوفه كمان عمل قمة تاريخية جديدة بعد البوس. وكده يكون انتهى الفيديو. اتمنى انك تكون فهمت معايا، ولو استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.